كوردن بلو مظبوط 100%، مستوي كويس، الكفر الخارجي مش بيفك في الزيت أبدا، وتقدروا تقدموه مع الماش بوتيتو، بيبقى خطير. تعالوا نرجع مع بعض لفيديو تحضيرات رمضان ونشوف ازاي حضرنا الكوردن بلو. بنجيب الصدر حجمه كبير بالشكل ده، بنقسمه على 2، وبعد كده نبدأ ندقه ونكون حاطين عليه بلاستيك راب عشان ما يتقطعش منا، يكون المدق بتاعنا ناعم ومن جوه لبره. بهروه بالملح والفلفل والأوريجانو، وبعدين حطه في الحشوة زي ما تحبوا بقى، سواء تركي مدخن أو بيف، وممكن تعملوا ميكس زي ما أنا عملت. واهم حاجه تكون الجبنه بتاعتكم نوعها حلو علشان تسيح معاكم وتبقى طعمها حلو قوي. بعد كده لفوه رولات وقفلوه كويس قوي ودخلوه على الفريزر. لوقت الاستخدام تخرجوه قبل ما تستخدموه بساعه عشان يفك شويه، ولكن يفضل ماخد الشكل بتاعه. تكونوا محضرين خليط من البيض والحليب والفلفل الأسود، والطبق التاني فيه بقسماط ناعم وعليه رشة ملح وفلفل. تنزلوا بيه في البيض وبعدين في البقسماط، وتطلعوه على طول على زيت غزير وسخن، ولكن النار بتاعتنا تكون متوسطة. أول ما تحطوه يبدأ ياخد صدمة كده عشان ما يفكش. وفي الوقت ده حضروا الماش بوتيتو، وهي بطاطس مسلوقة بنهرسها ونضيف لها الحليب والزبدة، ملح وفلفل وأوريجانو أو البهارات الإيطالي. قلبوا كل ده على نار هادية لحد ما توصلوا للقوام الناعم الحلو ده. تحطوها بقى في طبق التقديم بتاعكم، وتزينوها بقطع الكوردن بلو. ممكن تكونوا عاملين جنبها صوص المشروم بالكريمة، بيبقى لذيذ كمان. انا قليت كل الكمية ولا واحدة فتحت، وشوفوا لي الحلاوة من جوه، دي كانت بالتركي والتانية دي كانت بالبيف، وبس كده.